بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو النهارده يا جماعه اللي هكلمكم فيه هو عن حاجه مهمه جدا، وهي اسباب قفش الفرامل او تقل العجله سواء الاماميه او الخلفيه. طبعا احنا المفروض ان احنا بنعمل صيانه للماستر الخلفي او الامامي كل فتره، لازم ان احنا نعمل صيانه لماستر فرامل خلفي او امامي. ممكن تعمل الموضوع ده لنفسك بدون ما تروح لفني، وتقدر تعمل الصيانه البسيطه اللي احنا هنعملها مع بعض دلوقتي، او هقول لكم الفكره اللي انت تعملها بحيث ان انت تقدر تحافظ على الماستر الامامي او الخلفي، ولا قدر الله ما يحصلش معاك تقل في العجله الخلفي او الامامي في المشي. طبعا الماستر ده كان جاي بيقفش، البستن بتاعه اللي هو الداخلي ده كان بيقفش. طبعا طالما قفش معايا ده لازم ان انا افك الماستر او افك الكباس او البستن الداخلي في ماستر الفرامل، واطلع الكباس الداخلي وامسحه واصنفره واظبطه وازيته بحيث ان يجري معايا نفس ما هنشوفه مع بعض كده. طبعا البستن ده يا جماعه كان بيقفش داخل الفرامل، وكان مؤدي معايا لتقل جامد في العجله الخلفيه. ده طبعا البستن زي ما احنا شايفين كده. طبعا البستن ده لو قفش معايا هيقدم معايا لتقل في العجله جامد. طيب احنا ممكن نقدر طالما قفش هنعمل ليه صيانه زي ما عملناها، ورجعنا الماستر باذن الله بنسبه 100% شغال كويس. فده كان عيب من الاساس من عدم تزييت البستن الداخلي. طيب نحسبها مع بعض كده عملي. البستن ده يا جماعه بيتراكم من 2 ألسي، ألسي لكبس الزيت وألسي لمنع نزول الزيت. طبعا ألسي منع نزول الزيت بيكون راكب في الكباس في الجزئيه العلويه، فبالتالي نزول البستن للداخل زي ما قلت ان في جلده ده بتكون نسبة العمل فيها بتكون ضغط الزيت لدشمة الفرامل الخلفية بتاعة جزئية التيل. طيب الألسي اللي فوق ده زي ما قلت لعدم تسريب الزيت. طيب هنعتبر لأن الألسي في الجزئية دي والألسي الداخلي في الجزئية، الألسي بتاع ضغط الزيت في الجزئية دي والألسي منع الزيت في الجزئية دي. طيب هنا الجزء ده كله واخد زيت، سواء الألسي الخارجي منع الزيت أو ضغط الزيت، فاصبح الجزئيه العلويه اللي فوق مفيش اي نسبه تزييت ليها في الكباس. الجزئيه اللي هي دي يعني الألسي اللي هنا منع الزيت لانه ينزل، فاصبح زي ما قلت النسبه العلويه في البستن ما بتاخدش اي نسبه زيت، فبالتالي بيحصل معايا عمليه وقفان او تقل في الكباس، او الكباس ممكن يركن معايا لفوق، فبالتالي ده هيؤدي معايا لتقل في العجله لان الكباس هيكون ضاغط الزيت من الجزئيه اللي هي دي، فبالتالي هيضغط معايا في بساتن التيل الخلفيه فهيتقل معايا العجله. طيب العلاج ايه عشان ما نطولش عليكم الفيديو؟ هنجيب سرنجه، احنا ممكن نقدر نعملها لنفسنا بدون ما نفك الجزئيه دي. احنا قلنا فكينا الجزئيه دي لان هو مشى عليها بدون تزييتها، فبالتالي الزيت ما وصلش للجزئيه فادى معايا لوقفان البستن. طيب هنجيب سرنجه وهنجيب السن بتاع السرنجه. طبعا الجزئيه بيكون راكب كده، هنحط شويه زيت يكونوا نضاف، حاجه بسيطه جدا، نسبه بسيطه جدا يا جماعه اللي احنا هنضغطها. بعد كده هيكون هنا راكب جلده، وده الكباس اللي هو راكب في الجزئيه دي. تعالى يا محمد. الجلده دي راكبه بالشكل اللي احنا شايفينه ده في الجزئيه دي. طيب ده راكب كده وده راكب كده، ده طبعا ماستر الفرامل. طيب العلاج اللي انا هعالجه ايه؟ ان انا هجيب سن في السرنجه وهحطه في جزئيه الجلده دي، وهضغط نسبه زيت بسيطه مش عاليه قوي بحيث ان انا ازيت البستن الخارجي اللي انا شرحته ليكم عملي وقلت ده هيأدي معايا لايه. طبعا اي حد هنروح ليه مش هيفك الماستر او هيعمل ليه صيانه وهيقول لك غيره. طبعا الماستر سعره مش رخيص، الماستر سعره غالي. الحاجه البسيطه اللي احنا شايفينها دي
دي طبعا يا جماعه سعرها غالي جدا. فاحنا قدرنا نعمل ليه صيانه، وباذن الله بنسبه 100% هو اشتغل معانا كويس بدون ما نغيره. طيب يبقى احنا قلنا ان انا هجيب سرنجه وهضغط في جزئيه الفرامل دي كل فتره، هعمل نفس الكلام. طيب الجزء اللي فوق برضو في الماستر، برضو في جزئيه الجلده دي هجيب سن واضغطه في، همسك فرامل وبعد كده هجيب سن في الابره وبعد كده في السرنجه، وبعد كده هضغطه هنا وهضغط نسبه زيت بنفس الدرجه اللي انا هنزلها دي. نسبه الزيت يا جماعه اللي هتنزل بالظبط سواء في الامامي او الخلفي نسبه زي دي كده بالظبط، يعني بمعادل 3 نقط او نقطتين. يبقى انا كده قدرت ازيد البستن اللي هو مش متواجد فيه اي زيت، وانا كده اعتبر حافظت على الفرامل سواء خلفي او امامي. طبعا احب اشكر كل الناس اللي نورتني، طبعا هم عايزين يتكلموا معاكم في الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله. انا مبدئيا كده يعني الراجل ده انا كنت بشوف له فيديوهات بس عمري ما قابلته بعد كده ما جيت له بقى في الصيانه، حاجه فوق الاخلاق والادب يعني. سيبك من لا ده انا مش بجاملك والله، ويعني الواحد انت صنايعي محترم بتقي ربنا في شغلك، والواحد يحب يجي لك مره واتنين مش عشان خاطر الحاجه بايظه، لا عشان خاطر حتى نشوفك ونطمن عليك. دي شهاده لازم كده. انما بالنسبه لصنعتك لا، انت الله اكبر عليك، راجل فاهم وبتعمل حاجه كده باتقان وحاجه ما يتعادش عليها مره ثانيه. بصراحه انا بشكرك وسعيد ان انا معاك في فيديو واحد فاهم يعني، يفضل متسجل كده ويبان في شهادتي ليك. انت راجل محترم وصنعتك مفيش بعد كده. رحت كتير بره ومنهم حاجات توكيل بتاعها يعني صناعيه استغفر الله العظيم، يعني الواحد مش عايز يعني يقول كلمه وحشه في حد، بس الاسطى محمد انا ارشحه لاي حد راكب 180 فعلا 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 يعني حاجه صنعه فوق الخيال. نشكرك والله. السلام عليكم. احب اشكر الهندسه محمد سعد، بسم الله ما شاء الله. بخش عنده المكنه بترجع زيرو تاني، الله اكبر، عنده ضمير ما بيألفش، راجل بسم الله ما شاء الله عليه. كفايه ان هو بيحط ايده في المكنه ترجع زيرو تاني، يعني بسم الله ما شاء الله صاحب ضمير يعني بامانه. حبيبي اتفضل. السلام عليكم. الله اشكر الاسطى محمد، الله اكبر. تمشي له كيلوهات، تجي له من سفر، تجي له اخر الدنيا. الصنعه الله اكبر، بص بتهون عليك مشوار سفر. الله اكبر عليك يا اسطى محمد، صنعتك تسلم ايدك فيها والله اكبر والله العظيم. كله جاي من مشوار 50 او 100 كيلو، ناس جاي من المنصوره. الله اكبر عليه في الصنعه، بسم الله ما شاء الله. معاك بجاج، معاك بوكسر، الاسطى محمد الله اكبر عليك. اتفضل. السلام عليكم، ازيك يا جماعه. بصراحه باشمهندس محمد سعيد متخصص بجام في ال 200 180، بصراحه الله اكبر عليه. انا متعامل معاه بقالي اكتر من 3 سنين، يعني مفيش مره جيت له فيها بصراحه الا ما عدلي فيها. انا كان عندي عيب في الكربلاتير بصراحه، الله اكبر ظبطوا لي المكنه، بقت احسن من الاول، غير في التقطيع في الدوران في الكلام ده كله. الله اكبر عليه بصراحه. قطع يعني في كل حاجه مش هتلاقي احسن منه بصراحه، في الصنعه في الفلوس في كل حاجه. فبصراحه الله اكبر عليه، وتسلم. مش هتلاقي عنده حاجه، انا مش لاقي كلام اقوله لاني يعني مش عارف بصراحه، هو مش مثال كلام تاني يعني. الله اكبر بصراحه يعني. التوكيل يجي يتعلموا منه والله العظيم. حته زي دي التوكيل يا جماعه لازم يجي هنا يتعلم من الراجل ده بامانه، ياخد كورسات بس ما بالله كورسات. انا كنت رايح غير آلة جر وقصه قصيره حزينه الحمد لله. وده كبير. اتفضل حبيبي. طبعا يا جماعه دي شهاده اعتز بيها من ناس محترمه وناس مؤدبه، ده حاجه حاجه اللي انا فعلا اعتز بيها، وربنا يبارك في عمركم يا رب. وطبعا تنورتوا مكانكم قبل ما تنوروا مكاني. وكده يا جماعه ده كان فيديو النهارده ليكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنساش الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس.